نوبات الغضب يعني هي كل العيال بتعمل كده؟ الحقيقة انه لو زادت معدلات نوبات الغضب عن الطبيعي او تحولت لسلوك عدواني او اتقلبت لاضطرابات سلوك واضطرابات نوم، في الحالة دي انت محتاجة ترجعي لاختصاصي نفسي. لو حصل انقطاع في النفس اثناء نوبة الغضب برضو لازم ترجعي للدكتور عشان هو يقولك اذا كان ده كان طبيعي عند الطفل ولا لا. كل اللي احنا قلناه ده الكلام العلمي عن نوبات الغضب. عشان كده عزيزتي الام، انا قلبي عليكي ومعاكي، ما تتحرجيش يا حبيبتي من نظرة الناس ليكي، بهدلوكي مرمطوكي لا بأس، ما تاخديش اي تعليقات بطريقة شخصية على نفسك. انتي ادرى واحدة بظروفك وظروف ابنك، ولو دخلتي مكان تشربي فيه قهوة وطفلك فاجئك بنوبة غضب مش معنى كده انك مجرمة في حق الناس ولا في حق نفسك، يعني طبيعي وعادي خالص. يعني تحلي بقدر عظيم من البرود، وعادي مسح المول بهدومه